تعالوا معايا في الفيديو ده رحلة من الشغل شهرين هتشوفوها في 3 دقايق. يلا بينا. وانا هاخدكوا دلوقتي اهو وطالعين على السايت، وهقول لكم على شوية معلومات مهمة جدا. زي ما انتوا شايفين هنا بعد التعديلات المعمارية اللي احنا عملناها في السايت ده، هنا كنا بنعمل البؤج. أكسنا الأول وربعنا المكان علشان الزوايا كلها في الآخر تدينا 90 درجة، وده مهم جدا علشان واحنا بنركب في الآخر الحاجة تدينا ما يكونش فيه زاوية مش مظبوطة وتضايقنا في الفرش كمان في الآخر. زي ما انتوا شايفين هنا أخدتكم بعد كده ودخلنا المكان تاني، بس كنا خلصنا زي ما انتوا شايفين المحارة نفسها، وقررت ان انا استلم خلاص الوقت اللي جاء ان انا استلم المكان او استلم المحارة. وهنا كنت بتناقش مع مصطفى على المحارة، بتناقش معاه في 2 ملي تقريبا. و بس عايز اقول لكم قصة الابواب اللي بيشيلها دي، ان هي بقى دي اول نصيحة، ان انتوا خدوا بالكم من لو هتتعاملوا مع حد. يعني العميل قرر ان هو يتعامل مع حد من سنة وبعدين اشتراله مجموعة حاجات وسابها وفي السايت، ودي كانت مكلفة جدا بالنسبة له وكانت مش كويسة كمان. فما تخلوش لو انتوا مش واثقين في حد، ما تعملوش كده، ما تبدأوش، لان انتوا اللي هتتضروا في الاخر. ففي كمية حاجات كانت موجودة في السايت ده مش احنا اللي جايبينها، بس اضطرينا ان احنا يعني ما كانتش حتى مخليانا عارفين نشتغل. وهنا خليت مصطفى هو اللي يمسك القدة عشان استلم بيها. وبعدين ايوه قررت اجي من الناحية التانية و استلمت طبعا الزوايا بالقدة والزاوية، ودي ما صورتهاش بس هصورها لكم مرة تانية فيديو تاني علشان تشوفوا احنا ازاي بنستلم الزوايا. هنا كان في الارض خرطوم مطلعينه علشان كهرباء في الديزاين. المفروض ان هو في كهرباء في مكان ما تحت، فالمفروض ان في خرطوم واصل تحت وهم قفلوا عليه. فاخدت بالي طبعا منه وبراجع على كل حاجة واحنا شغالين، علشان حاجة زي كده لو خلصت واتقفل عليها هتبقى مشكلة ان احنا نكسر ونفتح لها تاني او كده، وطبعا مكلفة جدا. وهنا كنا بنتناقش في الحمام بعد ما اتمحر.